ومصر فهمنا النقطة الخاصة بمسألة المحترفين يعني، لكن لو خدناها كمسطرة نبني عليها شوية. إذا كانت مسألة المحترفين أضرت بالمغرب شوية في كأس الأمم الأفريقية ونجحت المغرب كتير جدا جدا في كأس العالم وفي الذهاب لكأس العالم، ليه الجزائر ما عملتش نجاح يضاهي المغرب في المونديال او نجاح يشبه مصر في كاس الامم، مع الاعتراف انه كان في اجيال عظيمه عملت نجاحات، لكن بتكلم في الاستمراريه، في القدره انك تكون موجود مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وبتحقق القاب. بص، المنتخب الجزائري منتخب عظيم في المشاركات بتاعته، وخاصه مشاركه 2014 ومشاركه 1982 اللي انا بعتبرها واحده من امتع النسخ العربيه اللي لعبت في كاس العالم بقياده النجم الكبير الاخضر بلومي، اللي كان بالمناسبه بيلعب في الوقت ده في نادي غالي معسكر، وكمان انت بتتكلم عن النجم الكبير رابح ماجر. المشاركه الثانيه بتاعت 2014 برضه كانت مشاركه ممتعه منهم، ولكن في المجمل انت بتتكلم عن المنتخب الجزائري كان بعيد شويه عن التواجد في كاس الامم الافريقيه حتى اتت الفرصه. وتاني مشاركه الجزائر شاركت اول مره سنه 1968 في اثيوبيا مع حسن للماس النجم الكبير اللي هو الوحيد اللي سجل اول هاتريك فيه واخر هاتريك للجزائر، ثم جت 80 يوصلوا المباراه النهائيه في كاس الامم الافريقيه وبيخسروا بنتيجه كبيره امام نيجيريا، ولكن رد الاعتبار جه سريعا بعد سنه في التصفيات. التاهل لكاس العالم كان عن طريق نيجيريا والفوز ذهابا وايابا بتالق الاخضر بلومي ورابح ماجر. يروحوا لاول مره في تاريخهم كاس العالم، اول مواجهه مع المانيا الغربيه اللي في نفس النسخه بتلعب النهائي وبتخسر امام المنتخب الايطالي، والمانيا الغربيه قبلها بنسختين كانوا هم بطل العالم، يعملوا المفاجاه وصنعوا تاريخ كبيره وبيكسبوا بنتيجه 2-1. ولكن المؤامره اللي حيكت على المنتخب الجزائري، مؤامره خيخون اللي كانت ما بين المانيا الغربيه والنمسا، هي اللي حالت دون ان يتاهل المنتخب الجزائري في الوقت ده مع نجومه الكبار اللي كانت حتى معاهم كمان شعبان مرزقان وصلاح عصاد وبن صوله ومهدي زرباح واسامي كبيره جدا جدا. يمكن ده الهدف الاول في تاريخ المنتخب الجزائري عن طريق النجم الكبير رابح ماجر. عدى 82-86 المشاركه ما كانتش افضل شيء محمود، ولكن الجزائر دخلت في حقبه سوداء وهي العشريه السوداء في فتره التسعينات، بعدت الكره الجزائريه بشكل او باخر عن المنافسات القاريه وتاهل لتصفيات كاس العالم. وبعد كده جت الفرصه من بوابه 2010 بعد ما تخطوا عقبه المنتخب المصري، وفي 2011 بدا بقى يستفيق المنتخب الجزائري ويخش في الاجواء مع وحيد خليل لوزيتش، بيعملوا مشاركه رائعه جدا، والخساره بصعوبه امام المنتخب الالماني الغربي في الوقت ده، وهدف مؤمن جابه اللي سجله في مرمى مانويل نوير. ولكن منتخب الجزائر كان ممكن في 2022 يكون موجود في كاس العالم لولا اوكيمبي والهدف اللي سجله في اخر لحظه في ملعب مصطفى شاكر. فمشاركه المنتخب الجزائري من المشاركات الدايما منوره في كاس العالم بشكل او باخر. طيب، طبعا استكمالا للقصه دي، لانه سؤالنا في البدايه كان له علاقه بمدى النجاحات يعني. فهنا الحقيقه بيحسب يا جماعه نقطه مهمه جدا محتاجين نتكلم فيها، وهي ليها علاقه بالمدرب الوطني، يعني المدرب الوطني اللي عدى على المغرب والمدرب الوطني اللي هو عدى على الجزائر. وطبعا دي مباراه تاريخيه اللي قدامنا على الشاشه، فاحنا لازم نستمتع بكل ثانيه فيها قبل ما نروح للقصه دي. اللقطه ديت انا سمعت، انا كنت في وقت من الاوقات عامل رنه الموبايل بتاع الهدف ده، انا فاكر ده علشان كان هذا التعليق كان تاريخي من المعلق الجزائري في الوقت ده. صحيح. فالنقطه هنا فين بقى؟ كان يقال قديما ان المنتخب المغربي يفتقد الى المدرب اللي قادر انه يخلي المحترفين بتوعه بيلعبوا في كاس الامم الافريقيه وبيلعبوا المنتخب بلادهم بنفس الحميه اللي بيلعبوا بيها مع انديتهم في اوروبا، الى ان ظهر الرجراجي. وقيل نفس الامر سابقا على منتخب الجزائر لحد ما ظهر بالماضي بنسخه مليانه بالعنف والرغبه والشراسه، وانه جاي مصر عشان ياخد كاس الامم في 2019. ودي كانت نقطة مهمة جدا، فكرة المدرب الوطني اللي قدر انه يكبح جماح المحترفين ويعلي الحس الوطني داخل المنتخبات الوطنية. وده هل هو يربط بشكل او باخر انه ما بين المغرب والجزائر المغرب شوية عوضت غياب ده بكاس العالم، بينما الجزائر عانت في اوقات اكتر من المغرب انه ازاي يجي مدرب يقدر يخرج من مجموعة اللعيبة النفرة والغضب اللي جمال بالماضي قدر ينجح فيه بداية من 2019. طيب، هنتكلم عن الشأن الجزائري الأول. النجاحات الجزائرية في كأس الأمم الأفريقية كانت من خلال مين؟ مدربين وطنيين. بالظبط. عايز اربط ده كمان بالفترة السوداء اللي انت ذكرتها عن الجزائر تاريخيا يعني. تمام. عبد الحميد كرملي 1990 واحد من نجوم حتى منتخب جبهة التحرير. ثم كمان بتتكلم يا محمودي عن
جمال بالماضي في 2019. مهدي خالف كان المدير الفني للمنتخب الجزائري في 82. رابح سعدان في 86. 2010 رابح سعدان وحيد خليلوزيتش في 2014. فانت كل النجاحات باستثناء وحيد خليلوزيتش في 2014 كانت نجاحات مع مدير فني جزائري. اوكي. مع المغرب في تباين، بمعنى انت بتتكلم في 70 كان بلاجوفيدينيتش. بس الاول عشان نبقى ختمناها دي، تمام. سقوط الجزائر نسبيا كان مع مدربين وطنيين برضه ولا كان مع اجانب؟ مع مدربين وطنيين كان نجاح الجزائر بيبقى اكتر. اوكي. وحيد خليلوزيتش الاستثناء الوحيد في 2014. مفهوم. المغرب بقى انت 70 مع بلاجوفيدينيتش، بتتكلم في 86 مع المهدي الانفاريا اللي هو بالمناسبه خد الجنسيه المغربيه. مفهوم طبعا. عبد الله بليندا في 94 كانت مشاركه سيئه. 98 مع هنري ميشيل كانت مشاركه جيده، ثم جاء وليد الرجراجي. فبرضه في تباين شويه هنا في الشان المغربي في حته النجاحات سواء مع المدير الفني او المدير الاجنبي المحلي او الاجنبي. حديث معاك دايما يطول دايما جميل، لكن لسه